من كتر ما بشوف الضجة اللي معمولة على مطعم حجوجة كان عندي فضول ان انا لازم اجربه واقول لكم رأيي فيه. بصراحة انا مش من النوع اللي باكل اكل كتير من بره، خاصة لو حاجة لسه فاتحة جديد او لو مشويات بقى وحاجات فيها لحوم وفراخ. من صعب جدا ان انا اكل حاجة مش معروفة قوي. بما ان مطعم حجوجة ناس كتير اتكلمت عنه، في ناس كتير قالت حلو وفي ناس قالت مش قوي، فحبيت ان انا اجربه وادوق كده منه كام حاجة واقول لكم رأيي فيه. بصراحة المكان موجود جنب مساكن شيراتون في مدينة نصر. عايزة اقول لكم المكان كان زحمة جدا، احنا كنا ويتنج يعني كان قبلنا 7 تقريبا، وبعد كده دخلنا ولما طلعنا برضو الناس كانت كتير جدا. يا جماعة تعالوا بقى شوفوا انا اخترت ايه وهل فعلا هو يستاهل الضجة دي قوي ولا هو عادي جدا. اول حاجة اخترناها هي شوربة الكوارع. انا ماليش فيها قوي بس انا جوزي دقها قال لي طعمها حلو جدا وما كانش فيها اي طعم زفارة. طلبنا كمان طبق ممبار برضو يا جماعة، كان شكله حلو جدا ولما دقته طعمه كان حلو قوي. الرز كان مستوي كويس وكمان كان مفلفل ومش معجن وحلو قوي. كمان جربنا الرقاق باللحمه المفرومه، انا عجبني الكميه بتاعت اللحمه قوي، كانت ولا كتير قوي فتحسوا ان انتوا بتاكلوا لحمه بس ولا قليله، فكان الكميه بتاعت اللحمه حلوه جدا. طعمه كان حلو جدا يا جماعه وكان فيه قرمشه من بره حلوه قوي. السمنه كان فيه كتير شويه بس بجد كان طعمه حلو قوي. قلنا كمان نجرب من عندهم الحمامه زي ما انتوا شايفين كده. الرز كان فيها مفلفل، هما مش حاطين بهارات فيها كتير، يعني هما معتمدين على الفلفل الاسود بس. انا حسيت ان ما فيهاش اي بهارات خالص غير ملح وفلفل اسود، وكمان كان مستوي كويس جدا. اللحم كمان كان مستوي حلو قوي، بس يعني كان حمام عادي يعني ما فيهوش حاجه مميزه بس ما كانش وحش خالص. عند الملوخيه كانت لونها حلو قوي، كانت خضره كده وجميله وكمان كانت تقيله وانا بحب الملوخيه التقيله. يعني معظم المطاعم بحس ان هما بيعملوا الملوخيه خفيفه قوي، فانا عجبتني جدا الملوخيه والتقليه واضحه فيها قوي وكانت حلوه جدا. كمان نجرب من عندهم الشيش طاووق، عايزه اقول لكم ريحته كانت حلوه جدا ولما دقته الفراخ كان طعمها حلو قوي، التتبيله كانت واضحه قوي وكانت مستويه حلوه قوي. نيجي بقى عند الرز المعمر زي ما انتم شايفين، طبقه كده على الوش حلوه جدا من القشطه وكمان فوقيها قطعه من القشطه. مش اي حد يعرف يظبط الرز المعمر. الرز المعمر الصح هو اللي بيبقى كريمي كده، يعني الرز المعمر لو لقيته الرز مفلفل وكمان ناشف يبقى ده مش رز معمر، ده رز عادي جدا بس مزودين فيه السمنه شويه. فهنا الرز كان كريمي قوي شبيه قوي للرز المعمر اللي انا بعمله فعجبني جدا. طبعا هو دسم، مش هقدر اقول ان هو مش دسم بس كان طعمه خطير يا جماعه. ممكن ناخد منه حاجه بسيطه بس عشان هو فعلا كان دسم قوي. طلبنا كمان طاجن ورق عنب باللحمه، وعايزه اقول لكم انا سبته للاخر علشان يعني كنت هحلي بيه بس للاسف يعني ظني كان مش في محله. الورق عنب كان ناشف جدا، الخلطه ما كانتش احلى حاجه. عايزه اقول لكم انا ما حسيتش اصلا بطعم الخلطه، وكمان اللحمه كانت مسلوقه في الطاجن فده ما عجبنيش خالص. يعني ما حسيتش بصراحه ان هو حلو خالص. انا بصراحه قلت لهم ولما قلت لهم غيروا لي الطاجن بس ما حسيتش بفرق كبير. يمكن الورق كان قطره شويه بس برضو ولا طعم خلطة ولا اي حاجة، فما عجبنيش خالص ورق العنب عندهم. بس كده، ودي بقى كانت تجربتي الشخصية لمطعم حجوجة. انا نقلت لكم التجربة بكل صراحة، قلت لكم ايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش. طبعا ده رأيي الشخصي، ممكن تتفقوا معاه وممكن تختلفوا. اول وفي الاخر الاكل اذواق. هي بصفة عامة كانت تجربة كويسة، مش هقدر اقول ان هو بحجم الضجة اللي معمولة عليه. انكم تبعتولي رأيكم في الفيديو وتقولولي انتوا جربتوا مطعم حجوجة قبل كده وايه الحاجات اللي انتوا جربتوها منه وطلعت حلوة علشان انا كمان اجربها. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد.